السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتجدد اللقاء وحسن متابعتكم على قناتي في مبادرة مشتل البستان. قبل ما أبدأ حلقة النهاردة حابب إنكم تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ما تنسوش اللايك والشير. النهاردة يا جماعة أكلمكم عن المانجا أهي. دي شجر المانجا أهو يا جماعة، حاجة بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. زي ما أنتم شايفين كده يا جماعة، دي شجر مانجا أهو. دي شجرة مانجا عويسي، وأهم ميزة إن تكون العود مطعوم يا جماعة، لأن معظم الناس النهاردة زي ما أنتم شايفين دي الطعمة بتاعتها أهي. دي طعمة أهي، اللي مش واخد باله من الطعمه يا جماعه اهي. ده عود مانجا اهو يا جماعه عويسي، حاجه بسم الله ما شاء الله متطعمه اهي، طعمه قلم، حاجه بسم الله ما شاء الله النهارده. لان معظم الناس النهارده اللي بيصوروا في مشاتل الدليفري بالذات اكتريتهم نصابين. اكتريه الناس نصابين، يدوك الحاجه ماهيش متطعمه تمام، وبيقولوا كلام وبيرجعوا يغيروا الكلام قدام الناس. لا، العود قدامك اهو، نفس اللي انت شايفه ده هو اللي هيجيلك، نفس الحجم كده ونفس الشغل اللي هيجيلك تمام. ينفع زراعته على الاسطح، او ينفع في الاراضي، او في الفيلا برضه تمام. زي ما انتم شايفين ده عود المانجا اهو. ان شاء الله كل يوم هنزل لكم فيديو اقول لكم فيه الطريقه بالنسبه للمانجا. زي ما حضراتكم شايفينها كده اهي، دي العويسي، دي الزبديه زي ما انتم شايفينها برضو اهي، دي الكيت، دي السناره يا جماعه اهي، حاجه بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين الاحواض متنسقه زي ما انتم شايفين كده اهي، بفضل الله موجود جميع الاحجام وجميع الكميات زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعه اهو. ودي شجره المانجا اهي تمام. احب اشكر حضراتكم واشكر الساده اللي بيتابعونا على قناتي في مبادره مشتل البستان. تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.